أصبحت الفنانة الشابة مي عمر التي تجسد دور البطلة أمام الفنان محمد رمضان في مسلسل الأسطورة حديث الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفتت الأنظار لها بجمالها الهادئ، وانتشر عديد من الصور لها إضافة إلى بعض المعلومات الشخصية، حتى باتت إحدى أهم نجمات الدراما الرمضانية هذا العام. المثير في الأمر أن مي لم تكن الأولى التي تكسب هذه الشهرة من أعمال رمضانية درامية، حيث سبقها في الأمر عديد من الفنانات التي كتبت شهادة ميلادهن الفنية في هذا الشهر بسبب جمالهن، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء النجمات. هبة مجدي. كانت بداية الفنانة هبة مجدي في مسلسل أنا وهؤلاء مع الفنان محمد صبحي عام 2005، وحازت على اهتمام كبير من قبل الجمهور بسبب جمالها وإطلالاتها الهادئة، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات الرمضانية مثل مسلسل أفراح إبليس والأدهم والعار والزوجة الرابعة وغيرها من الأعمال الأخرى. سارة سلامة. النجمة سارة سلامة تعد أبرز النجمات التي كانت دراما رمضان سببا في معرفة الجمهور بها، وتحديدا دورها الصغير ناتاشا في مسلسل الكبير قوي مع الفنان أحمد مكي، لتصبح هي الأخرى أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد اهتمام الجمهور بها بعد دورها في مسلسل ابن حلال مع الفنان محمد رمضان بسبب ملابسها الجريئة. جميلة عوض. الفنانة الشابة جميلة عوض من أسرع النجمات شهرة في الوسط الفني بعد دور هانية التي قدمت في مسلسل تحت السيطرة، وكتب هذا المسلسل الرمضاني أول شهادة ميلاد لحفيدة الفنان الراحل محمد عوض، لا سيما بعدما أثار ضوءها وإعجاب عديد من الفنانين الكبار والنقاد والجمهور أيضا. إنجي أبو زيد. إحدى أيقونات الجمال التي ذاع صيتهن في رمضان، خاصة بعد دورها في مسلسل الصياد مع الفنان يوسف الشريف، وأصبحت إنجي إحدى أشهر النجمات بين بطلات مسلسلات رمضان بسبب جمالها وإطلالاتها الفنية. نسرين إمام. لم يعرفها أحد خلال مشاركتها في مسلسل قلب ميت مع الفنان شريف منير، إلى أنها وبعد حلقات قليلة باتت حديث الجميع بسبب ملامحها الواقعية والبسيطة التي خطفت بها قلوب العديد من الجمهور. ياسمين صبري. إحدى النجمات الصاعدة بسرعة قوية بعد مشاركتها في مسلسل الأسطورة ومن قبله بعض الأعمال الأخرى، إلا أن جمالها أسهم في الأمر بشكل كبير، كما انتشر منذ فترة بعض المشاهد لها وهي تقوم بدور فتاة محجبة، وتم تداول صورها بشكل كبير بعدما قام بعض الجمهور بعقد مقارنة بين إطلالاتها بالحجاب وبدونه، وترددت شائعات حول ارتدائها له إلى أنها نفت الأمر. سناء يوسف. لم يكن الجمهور المصري على دراية كبيرة بالفنانة التونسية سناء يوسف، إلا أن دورها في مسلسل فرقة ناجي عطلة بدل الأمر تماما، خاصة بعد قصة الحب الدرامية التي جمعت بينها وبين الفنان أحمد السعدني خلال أحداث المسلسل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.